من توضأ ثم قال كما في صحيح مسلم، من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في زيادة عند الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. من قالها بعد الوضوء قال عليه الصلاة والسلام فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. طيب هذا ذكر عام تقول بعد الوضوء، ولو قلته في غيره ما في بأس لأنه التهليل والتحميد. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من توضأ ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتبت في رق، الرق هو اللوح اللي يكون من طين، ثم جعل عليها طابع يعني غلفت فلم يكسر إلى يوم القيامة يحفظ له. طيب لو إنسان توضأ ودخل المسجد وخلصت الصلاة وهو راكب السيارة رايح بيته قال أنا لما توضأت قبل الصلاة نسيت أني أقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، تدري أبى أقولها الآن، نقول خلاص فات وقتها وطال الفاصل فات وقتها. الأذكار التي ينتهي وقتها خلاص ما تأتي بالرجوع إليها مرة أخرى،